شايف المنظر ده ايه؟ تعالى سريعا كده اقول لك ليه انا او اي مشجع لريال مدريد غيري حتى بيكره اتلتيكو مدريد وما عندوش اي مشكله مع برشلونه. بس انا جاي اكلمك عن نقطتين. النقطه الاولى وهي فرقتين مدريد، اتلتيكو مدريد وريال مدريد، والفرق الشاسع اللي بينهم. والنقطه الثانيه هي ان انا اكره اتلتيكو مدريد عن برشلونه بكتير جدا، لان انا شخصيا ما عنديش اي مشاكل مع برشلونه. لو فاكر من فتره قريبه اعتزال الاسطوره خيسوس نافاز وتكريمه في البرنابيو من لعيبه ريال مدريد، تعالى كده اوريك منظر هيعجبك. شايف الاسطوره خيسوس نافاز وهو في لحظه اعتزاله لعيبه ريال مدريد كانت واقفه عامله ازاي؟ اللعيبه كلها واقفه صف واحد بكل احترام تقديرا للاسطوره وتقديرا لكاريره، واقفين بيسقفوا. امبارح كان في اسطوره بيعتزل برضه في البرنابيو في ماتش الديربي قصاد اتلتيكو مدريد، الاسطوره مارسيلو واقف قدامك اهو. ولكن كلنا نتفاجئ ان لعيبه اتلتيكو مدريد كلها مديه ظهرها للموضوع وللتكريم، ومحدش مهتم ومحدش اساسا باصص له، كانهم مش شايفين حاجه اصلا، لان ده نادي صغير. ده الفرق ما بين اتلتيكو مدريد وريال مدريد. برشلونه رغم ان هو غريمي فعلا، بس برشلونه ده نادي تفتخر بيه قصاد اي دوري تاني. نادي معاه بطولات، نادي عنده لعيبه، نادي محترم، نادي ليه شعبيه وليه جماهير بيحترموك زي ما بتحترمهم. ممكن نسف على بعض، ممكن نحفل على بعض وقت المكسب وقت الخساره، لكن يفضل نادي برشلونه نادي كبير. على الاقل في موقف زي ده كانت لعيبه برشلونه انا متاكد انها هتقف تحترم اسطوره زي مارسيلو. عشان كده هفضل احترم نادي زي برشلونه وافتخر ان انا كمدريدي بنافس فريق زي برشلونه، مش وضيع زي اتلتيكو مدريد.